السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ايه رأيكم في الجمال ده؟ عاملين بقى النهارده بامية ويكا كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده يا بنات اللهم بارك. ولا بقى بتقلية ولا تحرق الصدر، وبجد حقيقي لونها أخضر ومحتفظة باللون بتاعها لحد آخر معلقة فيها. ما شاء الله، حاجة كده أكلة من الزمن الجميل، خفيفة وسهلة واقتصادية وموفرة جدا، وبتتعمل في ثواني وعلى قد الإيد بجد. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف الفيديو بتاعنا ده اتعمل ازاي. معايا كده كوبايتين شوربة كده، حطاهم في حلة كده على النار. أول ما الشوربة غليت معايا نزلت بمعلقة توم، وهنزل زيها كده نص معلقة كزبرة. لازم كده انزل بالاتنين دول في الشوربة، والشوربة تاخد غلوة كده بالثوم والكزبرة، بتطعم البامية بما شاء الله، وبتخلي ريحتها تحفة. كده بعد ما غليت معايا البامية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبة البامية الكبيرة مش البامية الصغيرة، ومقمعاها ومقطعاها طرنشات كده اهو زي ما انتوا شايفينها كده، حلقات خفيفة ورقيقة كده عشان ما تاخدش معايا سوا كتير، وفي نفس الوقت تبقى محتفظة باللون الاخضر بتاعها ده لحد اخر معلقة فيها. مش عايزاها تسود لانه قاعد على النار كتير بتسود. هنزل بقى عليها كده بقرن فلفل كده، حلقات زي ما انتوا شايفين، واحد اخضر وواحد احمر كده اهو. طبعا انا كده ما نزلت بيها بالفلفل كده. الشوربه بتاعتي ديت شوربه لحمه، فيها طبعا الملح بتاعها وفيها الملح الفلفل، فيها كل الحاجه بتاعتها. هغطي عليها كده وهسيبها بقى تستوي مع نفسيها كده اهوت. وطبعا هي اوريدي عشان مقطعوها رفيعه جدا بتستوي على طول، ما بتاخدش وقت معايا في السوا. بصوا بقى الخضار بتاعها ما شاء الله، ولا اسودت بقى مني ولا اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. اول ما بتغلي بقى معايا اهدي عليها النار شويه واسيبها برضك متاخدش كتير على النار، بتاخد معايا حوالي 10 دقايق، ما بتاخدش وقت معايا على النار. في نفس الوقت ما سيبهاش على النار كتير عشان ما تسودش معاها. انا عايزاها محتفظه باللون الاخضر بتاعها ده. ما شاء الله يا بنات، الاكله دي معرفهاش الا الصعايده، خفيفه وسهله. مش عايزه اقول لكم الباميه دي انا جايباها ب10 جنيه. ما شاء الله، حبه حلوين عملوا لي وجبه غدا جميله اللهم بارك. كده هديت معايا اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد ما نزلتها من على النار وبردت معايا هحطها كده في الخلاط. طبعا هي كانت بتعمل بحاجه اسمها المفرغ زمان، طبعا احنا معندناش الحاجات دي دلوقتي، فهنعملها في الخلاط. وبصوا الخضار بتاعها زي ما هو، ما سودتش معايا ولا اي حاجه خالص نهائي. نزلت بالكميه بتاعتي، الكميه اللي معايا كلها في قلب الشفشق زي ما انتوا شايفين كده اهو. بنضف الحله كده ميبقاش فيها اي حاجه، وهحطها كده في شفشق الخلاط بتاعي. ومش هضربها ضرب ناعم، انا هضربها، انا عايزاها متكسره يا حبايبي. يعني بصوا، هشغل وافصل هشغل وافصل، ضرب كده بسيط. مش عايزاها تبقى ناعمه معايا، انا عايزاها متكسره. بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي، وبصوا القوام بتاعها ما شاء الله عامل ازاي. بنحط الشوربه كتير عشان متبقاش خفيفه، لكن لو حطينا شوربه قليله واحتاجت شوربه ممكن نزود عادي. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها جميل جدا. ارجع احطها في نفس الحله تاني على النار، وابدا بقى اعمل لها التركايه بتاعتها. معايا طاسه زي ما انتم شايفين كده، انزل فيها بماده دهنيه. بصوا القوام بتاعها على النار ما شاء الله جميله، لا محتاجه شوربه ولا خفيفه ولا اي حاجه. حاجه كده اللهم بارك بجد يا حبايبي، وريحتها جميله ما شاء الله، خفيفه واقتصاديه وسهله وعلى قد الايد. طبق بتنجان جنبها بقى كده، تبقى بسم الله ما شاء الله حاجه كده زي العسل. الطاسه بتاعتي على النار، انزل فيها كده بماده دهنيه. حبيبتي ايه اللي موجود عندك حطي، مش هقول سمنه بلدي ولا سمنه عاديه، ولا هقول مثلا زيت. الموجود عندك والمتاح عندك حطيه. انا كده نزلت بماده بقى، انا نزلت كده معلقه سمنه. طبعا المعلقه بتاعتي فيها سمنه كتير، فرحت حطاها في قلب الباميه وهي بتغلي كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدا احمر التومه بتاعتي اهو، تنزل معلقه توم حلوه كده. طبعا انا مش عايزه التوم بتاعي يبقى محروق، انا عايزه اللون بتاعي اللون الذهبي الجميل ده عشان ما يمررش معايا الباميه ويخليها سودا. انا عايزاها تبقى خضره كده وانا شغاله فيها. بصوا كده بدات احط التوم بقى كده واحمره وهي معايا ايه موطيه عليها برضك بتغلي. بصوا التوم بتاعي انا عايزه درجه التوم الذهبي الجميله، مش عايزاها تنحرق عشان ما تمررش مني الباميه. اول ما يديني اللون الذهبي على طول انزل بيها على الباميه. بصوا بقى بدات تلون معايا اهوت اللون اللي انا عاوزاه.
هديت عليها النار خالص اهو. بصوا بقى الجمال ما شاء الله، ريحتها يا بنات جميلة جدا وتحفة. اول ما احمرت معايا التومة او اول ما بدأت تصفر نزلت بيها على البامية بتاعتها. ما شاء الله بجد ريحة تحفة، اللهم بارك. حاجة كده عسل يا بنات. جربوها بنفس التريكات دي وبنفس الطريقة هتعجبكم جدا. ما شاء الله اللهم بارك. كده انا نزلت بالثوم بتاعي كله. ابدا اقلب بقى كده خالص، اسيبها تاخد غلوه وارفعها من على النار على طول. بصوا القوام بتاعها ما شاء الله، وخضرة زي ما هي، ولا اسودت معايا ولا اي حاجه. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، تقيله وجميله جدا، عامله زي الملوخيه بيبقى ليها عرق كده يا حبايبي. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، ولا سودة بقى ولا اي حاجه. يلا كده نبدا بسم الله ونقدمها كده في الطبق بتاعنا. بصوا بقى الجبل بتاعها عامل ازاي اهو، ما شاء الله خضرة وجميلة، ولا سودة ولا اي حاجة خالص نهائي. حاجة كده يا بنات اللهم بارك، عسل اللهم بارك. ربنا يحسن ايدين من بين ايدينا جميعا. حطوا بقى اللايك يا حبايبي، ولسه متنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل كل جديد من قناة يومياتي انا وبناتي مطبخ ام محمد. حاجة كده بصوا يا بنات عسل ما شاء الله، وريحة وقوام زي العسل. جربوها تعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منكم. لايك وشيروا للقناة عشان يوصل كل جديد من قناة يومياتي انا وبناتي. طبعا بقى كده لما نيجي نقدمها لازم اعصر عليها نص ليمونة كده، بيوديها في حتة تانية خالص. ما شاء الله بتبقى عسل اللهم بارك. جربوها يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو النهارده استفدتوا منه. اسيبكم في حفظ الرحمن. لايك وشير للقناة. سلام.